كل سنة وانتم طيبين وبالعيد دايما يا رب من الفايزين العايدين. هنعمل النهاردة أحلى كباب حلة وتحدي، بجد انسولي أي وصفة قبل كده الكباب الحلة. الطريقة دي هتعتمدوها وبجد مش هتبطلوا تعملوها أبدا أبدا. شايفين الصوص البني الخطير؟ شايفين لون اللحمة عامل ازاي؟ طب بصوا بقى معايا، شايفين التسوية في حتة تانية خالص خالص خالص. تعالوا بقى نسمي بالله، بس قبل أي حاجة انزلوا حطوا لايك، كومنت حلو زيكم، وصلوا على النبي في الكومنتات. ويلا بقى ايه، نبدأ كده الوصفة بتاعتنا. معايا كيلو من اللحمة متقطعة مكعبات صغيرة كده زي ما انتوا شايفين. انا بفضل قطعية السمانة او الكولاطة لكباب الحلة. وقد اللحمة بتاعتنا هيبقى بصل، هتستخدمي كيلو قصادهم برضو كيلو بصل، وهكذا بنفرمه فرم خشن. الخضار اللي معانا طماطمية كبيرة او طماطميتين زي ما انتوا شايفين، وقرون فلفل باردة او حارة، ومعلقة توم مفرومة كبيرة، معلقة صغيرة فلفل اسود، معلقتين صغيرين بهارات مشكلة او بهارات اللحمة، ربع معلقة صغيرة كبابة صيني او جوز الطيب، وقرفة عود، ومعلقة كبيرة من بديل المرقة، وقرنين فلفل اللي هم الحار دول اذا حابين. تمام. في الوك بتاعتي بحط بقى ايه، اي بقى ماده دهنيه بحبها، عندنا سمنه، زبده، زيت اللي تحبوه. تمام. وبحط بقى بعد ما بتسخن كويس جدا، بحط اللحمه بتاعتي تاخد صدمه. لازم اللحمه تنزل كده يعني ايه، في الوك بتاعتي تبقى سخنه جدا وتاخد صدمه، عشان تحتفظ بالسوائل بتاعتها جواها، وفي نفس الوقت تاخد اللون الحلو اللي انتوا شايفينه ده. نزلت هنا بالفلفل بعد ما قطعته والثوم. عايزه اقول لكم ان الفلفل هنا خطوه اختياريه، بس بيديها شمخه كده وطعم حلو جدا مع الثوم. حكايه حكايه. طبعا نزلت بكل البهارات بقى بتاعتي. عايزين برضو تحطوا ورق لوري، عايزين تحطوا حبهان براحتكم، بس كل الحاجات دي انا حطاها في البهارات بتاعه اللحمه بتاعتي. كل ده مطحون معايا. بفضل بقى ايه، اقلب لحد ما تاخد لون كده ذهبي زي ما انتم شايفين. الطماطم عندي بقى يا اما ابشرها، يا اما بنزع الجلد بتاعها او القشره الخارجيه وبضربها في الكبه زي ما انتم شايفين كده. تمام. بعد بقى ما قلبتها كويس جدا، نزلت بقى ايه بالبصل بقى بتاعي. ما شاء الله كميه محترمه، وهترمي معايا كتير، وبتدي بصراحه اللحمه طعم خطير. هي كباب الحله ايه غير لحمه وبصل؟ بصوا ما شاء الله. بفضل بقى اقلب كده لحد ما ياخد اللون ده معايا، وبعدين بنزل بمعلقتين صغيرين سكر او معلقه كبيره من السكر. السكر هنا هيكرمل معايا البصل، وفي نفس الوقت هيسرع معايا العمليه بتاعه تسويه اللحمه. تمام. هغطيها بقى ايه، واوطي كده عليها واسيبها ايه تعيش حياتها كده، وتنزل اي ميه فيها واي سوائل فيها. المعلقه بقى اللي انا بحطها هي دي بقى سر كل حاجه. ده صوص الديمجلاس يا جماعه، بيتباع بقى في علب او عند العطار، او يعني شركات كتيره بتبيعه، او هتلاقوه عند العطار، وهيدي اللون البني الخطير، هينقلها بقى في نقله تانية خالص. وهنا بقى ايه، اللحمه بتاعتي كده مستويه، دخلت في السوا يعني حوالي ايه نص سوا او حاجه. بحط بقى ايه الملح بقى بتاعي. عايزين تحطوها بعد 3/4 سوا مفيش مشكله. عايزين تزودوا الميه، ولما تحسوا ان هي ابتدت خلاص هيدخل في السوا تزودوا لها الملح براحتنا خالص. هنا زودت بقى ميه مغليه، واول ما هلاقيها بقى بتبتدي تغلي وتبقبق كده، هوطي عليها واسيبها بقى تعيش حياتها ساعه، ساعه ونص، على قد بقى ايه ما اللحمه بتحب انتي سواها. انا هنا عملت بطاطس ويدجز، قلت ايه تبقى جنب الاكله بتاعتنا. عايزين بطاطس محمره مفيش مشكله، مش عايزين خالص براحتنا. تمام. هنا بقى ايه، كانت اللحمه بتاعتي استوت، وكده بشوف التسويه بتاعتها. اول ما بحط المعلقه بتاعتي بتتقطع خلاص كده التسويه بتاعتي مظبوطه. وعامله جنبها رز ابيض، عايزين نعمل جنبها رز بشعريه براحتنا، عايزين نغمسها بالعيش مفيش اي مشكله. وهنا بقى ابتديت اغرف اللحمه بتاعتي خطيره. احنا بقى طبعا المفضل بتاعنا احنا بنحط الرز ونحط فوقيه اللحمه بالصوص على طول كده، بس انا حبيت احطه في طبق منفصل عشان تشوفوا اللحمه والصوص بتاعها عاملين ازاي. تعالوا بقى ايه ناكل كده يعني معلقه كده باللحمه والصوص. خطيره ما فيهاش ولا غلطه. اللهم بارك. جربوها بالطريقه دي وحقيقي حقيقه تدمنوها. شايفين التسويه ما شاء الله. متنسونيش بقى ايه في لايك كومنت حلو زيكم، ولو ما تابعتونيش تابعوني عشان تشوفوا كل جديد، واشوفكم فيديوهات تانية جديدة، وباي باي.